السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة سنة تانية إعدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله مع فيديو جديد من شرح منهج اللغة الإنجليزية، طبعا بالنظام الجديد أو المنهج الجديد. طيب، كنا نزلنا لكم يونت 1 ليسون 1 و 2 بارت 1، وإن شاء الله النهاردة هناخد الجزء الأخير في ليسون 1 و 2 اللي هو بشكل كبير بيتكلم على جزء الجرامر. زي ما انتم شايفين بقى، احنا بننزل الليسن سواء ليسن 1 و 2 او 3 و 4 او 5 و 6. كل ليسن ان شاء الله هننزله على فيديوهين، وهيكون معانا فيديو اخير على ريفيو على اليونت كامله وتيست على اليونت. فباذن الله كل يونت هتكون معانا على 7 فيديوهات. طبعا احنا متاخرين في المنهج شويه انا عارف، فان شاء الله الايام الجايه دي كل يوم هتلاقوا نازل فيديو، كل يوم باذن الله هيكون نازل لكم فيديو. يلا بينا نبدا. عندنا النهارده مجموعة من الحاجات، يعني مش قاعدة واحدة، هي مجموعة من القواعد اللي احنا خدناها قبل كده، عايزين بس نفتكرهم مع بعض. أول حاجة بندرس دلوقتي إيه؟ بندرس دلوقتي ال adverbs of frequency، ظروف التكرار. يعني إيه ظرف التكرار؟ يعني هي كلمة بعبر بيها عن حدث متكرر، وبوصف نسبة يعني تكراره ده، يا ترى هي على طول فبقول always، أو usually عادة حاجة بتحصل كتير يعني، أو often يعني بتحصل بشكل متوسط، sometimes أقل شوية، never حاجة ما بتحصلش أبدا. يبقى never عكس إيه؟ عكس always. طيب بالنسبة للاستخدام، أهم حاجة عايزك تعرفها بالنسبة للخمس كلمات اللي قدامنا دول هي إيه؟ هي إنهم بيجوا قبل الفعل، قبل كل الأفعال. مثلا هنفترض إن عندنا الفعل مثلا جو، فبيجوا دايما قبل الفعل، ولكن في استثناء وحيد. إيه الاستثناء ده؟ الاستثناء ده هو verb to be. بيجوا إمتى بقى؟ بعد verb to be. بعد verb to be. يبقى هما دايما بيجوا قبل الفعل، ما عدا فيرب تو بي بيجوا بعد بس. هي دي اللي انا عايزها، لا اكتر ولا اقل. اهو تستخدم ظروف التكرار مع زمن المضارع البسيط للتعبير عن عدد مرات تكرار الفعل زي ما قلت لكم، وتاتي قبل الفعل الاساسي وبعد فيرب تو بي. طيب بسأل عنهم بايه؟ بسأل عنهم بهاو اوفن. هاو اوفن. تمام. دي الحاجات اللي انا عايز اعرفها في الصفحه اللي قدامنا دي، ولما نيجي نحل دلوقتي ان شاء الله هنلاقي كل الافكار اللي ممكن تجي لنا على الجزئيه دي. زي ما انتم شايفين how often، وبعد كده do او does. طب بناء على ايه do او does؟ هنعرف كمان شويه لما نشوف المضارع البسيط. وبعد كده الفاعل والفعل في المصدر. تعالوا بينا اما نكمل. عندنا طبعا امثله للسؤال اهو. how often do you walk to school؟ انت كم مرة مثلا بتمشي للمدرسة؟ قال له I never walk to school، أنا عمري ما بروح المدرسة مشي. How often does he do his homework in the evening؟ هو بيعمل الواجب بتاعه بالليل كم مرة؟ he always does his homework in the evening. هو دايما بيعمل الواجب بتاعه بالليل. تمام. ادي الفعل، ادي الفعل، ادي ظرف التكرار، ادي ظرف التكرار قبل ايه؟ قبل الفعل. كده خلصنا اول قاعدة معانا. طيب نيجي للقاعدة التانية، قاعدة برضو درسناها وموجودة عندنا في منهج أولى إعدادي، حتى انتوا درستوها برضو السنة اللي فاتت، موجودة في يونت 1 في أولى إعدادي، واحنا شرحناها برضو في فيديو، وليها فيديو تاني موجود على القناة هسيبه لكم في الوصف اللي حابب ان هو يبص عليه. بالنسبة للمضارع البسيط، المضارع البسيط عندنا جزئين، عندنا جزء جمع وعندنا جزء الايه؟ المفرد. بس كده. الجمع ماله؟ او جمع اللي هو عبارة عن ايه؟ الجمع اللي هو عبارة عن I they we you وفاعل جمع. طبعا I دي مفرد لكن بتعامل مع ضمائر الجمع يعني. تمام. I they we you واي فاعل جمع بيجي وراهم الفعل في المصدر مباشرة. يبقى في المضارع البسيط سواء إثبات أو نفي أو سؤال أو أي صورة ممكنة بيكون الفعل عندنا في المصدر. تمام. لو عندنا فاعل من دول أو أي فاعل جمع دايما عندنا الفعل في المصدر. زي we usually play tennis on Friday، أدي هنا فاعل جمع، أدي هنا ظرف التكرار جه قبل الفعل الأساسي، وأدي الفعل الأساسي في المصدر. تمام. كذلك هنا فاعل جمع، وأدي هنا فعل في المصدر. طب بالنسبة للمفرد بقى، المفرد بيكون عندي هي شي ات أو أي فاعل مفرد زي مثلا المدرس، الدكتور، وهكذا. ده برضو بيجي وراه الفعل في المصدر، لكن بنضيف عليه بعض الإضافات. بنضيف عليه حاجة من الثلاثة دول. في الطبيعي مع كل الأفعال بنضيف اس. مع كل الأفعال بنضيف إيه؟ اس. ما عدا إيه؟ ما عدا لو الفعل منتهي بإس إس أو سي اتش أو اس اتش أو او أو اكس. لو منتهي بأي مقطع من الخمس مقاطع دول بنضيف للفعل اي اس.
بنضيف للفعل es زي ايه؟ زي watch. watch اخرها ch اهي زودنا لها es. زي مثلا do اخرها o، فلما بنيجي بنزود ايه؟ بتبقى does اهي عندنا هنا اهي. تمام. طيب امتى نضيف ies؟ لو الفعل، خلي بالك هنا عندنا بقى شرطين، لو الفعل اخره y. هل بس كده؟ لا، في حاجة كمان، مسبوقة بحرف ساكن، ودي حط تحتها كذا خط كده. مسبوقة بحرف ساكن مش متحرك، يعني بلاي ما تنفعش معانا. بلاي ما تنفعش معانا. طب بلاي لو انا عايز اجيبها لو عايز اجيبها مثلا مع فعل مفرد هزود لها اس عادي جدا زيها زي اي فعل. لكن هنا بتكلم على مثلا حاجة زي study. study اخرها واي، وقبل الواي ايه؟ قبل الواي دي، طبعا الدي حرف ساكن، يبقى بشيل الواي وبحط اي اي اس. تمام كده. تعالوا ما نكمل. طيب بالنسبة للنفي، والله في الجمع كان عندنا هنا الجمع، في الجمع بنفي بدونت، وفي المفرد بنفي بايه؟ وفي المفرد بنفي بدازنت. يبقى عندي هنا في الجمع بنفي بدونت، وفي المفرد بنفي بدازنت، مع نفس الشروط برضو. لازم أن يكون في الجمع اي وي يو زي او اسم فعل او اسم جمع، في المفرد هي شي ات او اسم ايه؟ او اسم مفرد. لكن في حاجة بقى هنا وكتير منكم بيغلط فيها، ان في الحالتين طالما في دونت او doesn't بيجي الفعل في المصدر وراهم. دي اهم حاجة عندنا، الفعل دايما بعد دونت او doesn't في المصدر. ليه؟ لان دونت او doesn't بياخدوا ايه؟ الاضافة. طبعا كده كده في اسم الجمع كده كده اصلا مفيش اضافه. كده كده انا قلت لك طالما اسم جمع او الفعل اللي عندنا هنا جمع كده كده الفعل بيجي في المصدر، سواء اثبات او نفي او سؤال او اي حاجه. لكن بالنسبه للمفرد لا، في المفرد في الطبيعي بيكون في اضافات، لكن لو نفينا بدازنت بتشيل الاضافه. عارف الاضافه راحت فين؟ اهي الاضافه جت هنا. مش المفروض كنا بنقول دو بس؟ ودو اخرها او، والاو دي من الحاجات اللي بيتضاف وراها اي اس، فدازنت هي اللي كانت الاضافه، فمش هينفع يكون عندنا اضافتين، هي اضافه واحده بس دازنت اللي خدتها. تمام. في المفروض كانت تبقى دونت ودونت. طب ليه هنا دازنت؟ عشان اصلا اسم المفرد بيجي وراه اس او اي اس او اي اس، وهنا الدو بتنتهي باو فضفنا اي اس. تمام، عشان تعرف برضو كلمه دازنت جت منين. وبعد كده فعل في المصدر زي she doesn't walk to school، ادي هنا walk من غير اي ايه؟ اضافات. طيب بيقول لك هنا حرف الاس يحذف طبعا من الفعل عند النفي. في حاجة تانية بقى، احنا ممكن ننفي بطريقة تانية غير don't و doesn't. ممكن ننفي بطريقة تانية. ايه هي الطريقة التانية؟ never. مش قلنا من شوية لو واحد ما بيعملش حاجة خالص بنقول عليه never؟ ان هو ايه؟ حاجة ما بيتمش خالص. فنيفر دي لو مع الجمع كده كده انت في الجمع بتجيب الاسم في المصدر بدون اي اضافات، لكن لو مع المفرد بتحط اضافاتك عادي جدا. يبقى احنا امتى بنشيل الاضافات؟ لو doesn't بس. اما لو never هنستخدم عادي الاضافات. the bus never stops، ادي هنا في حرف الاس اهو مضاف لستوب. تمام. طب لو شلنا never وحطينا doesn't هيبقى stop بس من غير ايه؟ من غير الاس. طيب بالنسبة للسؤال، السؤال في زمن المضارع البسيط بيبقى بطريقة من اتنين، يا إما بدون لو مع الضمائر ديت، يا إما بإيه؟ بدز لو مع الضمائر التانية اللي هي ضمائر المفردة اللي تحت دي. ده سؤال بإيه؟ ده سؤال بهل. يعني إيه سؤال بهل؟ يعني بيتجاوب عليه يا إما ب yes I do يا إما no I don't. yes she مثلا هنا yes she does أو no she doesn't. تمام، اللي هو بيتجاوب عليه بيس ونو. السؤال بيتجاوب عليه بايه؟ بيس ونو. تمام. ادي دو الترتيب بتاعه بيكون دو او داز، وبعد كده الفاعل، وبعد كده الفعل في المصدر في الحالتين. في الحالتين مش حالة واحدة، يعني حتى في المفرد برضو فعل في المصدر. طيب لو عايزين نستخدم أداة استفهام بنحطها قبل دو وبنحطها قبل ايه؟ قبل داز. يبقى كلمة استفهام دو أو does، وبعد كده الفاعل بتاعنا، وبعد كده الفعل في المصدر. What do you study? Where does she go? تعالوا ما نكمل. عندنا هنا بعض الأفكار بيقول لنا ازاي نجاوب على سؤال الاختيارات. هنا بيقول لنا I up at 6:30 in the morning، وهنا جايب لنا always gets ولا gets always ولا always get ولا get always. خلي بالنا من حاجة، طبعا هنا عندنا جملة في زمن المضارع البسيط. تمام. وعندنا هنا الفاعل بتاعنا ايه؟ اي ده من ايه؟ من حرف الجيم الجمع. تمام. فالجمع بيكون فيه اضافات؟ لا، يبقى اي جيت
معاها اس هنشيلها اهي، هنشيل دي وهنشيل دي، هيتفضل عندنا دي ودي. طب اختار بناء على ايه؟ هو احنا قلنا ظرف التكرار بيجي قبل الفعل ولا بعده؟ بيجي قبل كل الافعال ما عدا فيرب تو بي. هل هنا عندنا فيرب تو بي؟ لا، يبقى هيجي قبل الفعل، يبقى always ايه؟ always get. دي الاجابه بتاعتنا. عرفنا ليه. هو طبعا شارح لك الكلام ده برضه هو بالكتابه. My father not work on Saturdays. خلي بالك work هنا جايه ايه؟ جايه بدون اي اضافات، يعني معنى كده ان احنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم النفي doesn't. ف doesn't هي اللي بتاكل الاضافه، doesn't بتاكل الاضافه. طب ليه مش don't يا مستر؟ لان my father اسم ايه؟ اسم مفرد. he not late. لسه قايلين من شويه ظرف التكرار ماله؟ ظرف التكرار دايما بيجي قبل الفعل الاساسي ولكن بعد فيرب ايه؟ بعد فيرب تو بي. ايه هنا اللي بينطبق عليه الكلام ده؟ طبعا دي غلط، طبعا دي غلط، دي غلط، هي دي الوحيده اللي ايه؟ اللي صح. طيب بالنسبه لتكوين الاسئله، وده الجرامر الثالث اللي معانا النهارده. انا هسيب لكم برضو فيديو في التعليقات في الوصف باذن الله، يعني موجود برضو على طريقة تكوين الأسئلة. بس باختصار عندنا الأسئلة برضو نوعين، سؤال بيبقى بإجابته بيس أو نو، وسؤال بيكون بأداة استفهام. السؤال اللي هو إجابته بيس أو نو ده بنستخدم فيه حاجة اسمها إيه؟ بنستخدم فيه حاجة اسمها الفعل المساعد. الفعل المساعد. فبنبدأ بالفعل المساعد زي verb to be مثلا، سواء في المضارع أو في الماضي، زي have verb to have يعني برضو سواء في المضارع أو في الماضي، زي the verb to do اللي هو do does وإيه ودid سواء في المضارع أو في الماضي. كذلك عندنا will وكان وشود وكود وكل الحاجات دي. تمام. فبنحط حاجة منهم وبعد كده الفاعل، وبعد كده الفعل حسب الزمن بقى، حسب الزمن اللي هو إيه عندنا. تمام. وده هيتوضح اكتر لما تيجي تدرس الزمن نفسه، لان في كل زمن طبعا بتكون بشكل مختلف عن التاني. فهنا مثلا بيقول لنا do you have any brothers or sisters؟ فبقول يا اما yes I do يا اما no I don't. does Mariam do the same routine every school day؟ بقول yes she does او no she doesn't. بيقول لنا ان انت ممكن تستخدم verb to be كفعل رئيسي في السؤال، مش فعل مساعد بقى، هنا هو فعل مساعد كفعل رئيسي من غير ما يجي وراه فعل تاني، يعني هو فقط. زي مثلا are you happy؟ هنا استخدمت verb to be كفعل رئيسي، واستخدمت هنا ايه؟ صفة مش فعل. استخدمت هنا صفة مش فعل. وبجاوب دايما yes و no، وبستخدم الفعل المساعد اللي كان عندي هنا. يعني هنا كان عندي do فقلت yes I do أو no I don't. هنا كان عندي does قلت yes she does أو no she doesn't. خلي بالك إن أنا بشقلب الضمائر ساعات. عندي ضمير هنا you، فلما باجي اجاوب هو هنا بيسالني هل انت عندك، فانا عايز اقول ايه؟ انا عندي. انا دي اسمها اي مش يو. يو يعني انت، انما اي يعني انا. فهو بيقول لي هل انت عندك اخوات واخوات؟ فانا بقول له يا اما انا عندي يا اما لا انا ما عنديش. اما مريم هنا، فطبعا هنا بنسال على مريم، مريم دي شي يعني بنت مؤنث فهتاخد شي. تمام. تعالوا بقى اما نكمل. وعندنا برضو نفس الفكره زي ما قلنا من شويه. احنا كنا بنقول عندنا فعل مساعد، قبل الفعل المساعد بتحط بس أداة استفهام اهي، أداة استفهام فعل مساعد، وبعد كده الفاعل، وبعد كده الفعل حسب الزمن. عندنا بعض التحويلات زي مثلا I و بتتحول ليو او العكس، my و our بتتحول ليور، I am بتتحول ل are you، I was بتتحول ل were you. بيقول لك عندنا هنا اذا كان الفعل في المضارع البسيط بدون اس بتحط ايه؟ او بتسأل بدون. طب لو الفعل فيه اخره اس او اي اس او اي اس بتستخدم does زي ما احنا لسه قايلين من شويه في شرح زمن المضارع البسيط. اما لو كان الفعل في الماضي بقى فهتستخدم ايه؟ في الماضي البسيط هتستخدم did. وادي عندنا كلمات الاستفهام كلها، اتمنى ان انتوا تقروهم كده برضو وتعرف كويس جدا كل اداه استفهام بتسال عن ايه. تعالوا بينا اما نكمل ونشوف دي بعض الامثله برضو على الاسئله. هنشوف بقى دلوقتي مع بعض التدريبات على الجرامر. اول سؤال معانا بيقول مريم often not TV in bed. طبعا بحدد الفعل اللي عندي، الفعل هنا ايه؟ مفرد، فالمفرد بيضاف لي اس او اي اس او اي اس. طبعا عندنا الفعل هنا watch بيضاف لي اي اس لانه بينتهي بسي اتش من الخمس مقاطع اللي قلنا بنضيف ليها اي اس. حمدي نقط drink coffee for breakfast. طبعا هنا drink جاي من غير اي اضافات، وحمدي مفرد فهناخد doesn't. نقط does دينا get to school by bus. طبعا هنا انا بسأل عن الكيفية في الأسئلة بقى، الحاجات اللي هنا قدامنا دي كده،
فلما بسأل عن كيف بيبقى بسأل بإيه؟ بسأل بهاو. how does دينا، إزاي دينا بتروح للمدرسة. My cousins not text me. They text me every day. لما بيكلموني كل يوم ده معناه إن هم بيعملوا إيه؟ always، على طول. I not my homework before I have my dinner. هنا بيسألني في ظرف التكرار بيجي قبل ولا بعد الفعل؟ طبعا ظرف التكرار بيجي ايه؟ بيجي قبل كل الافعال ما عدا verb to be. طب I بتاخد do ولا does؟ I بتاخد do، يبقى I usually do. not you live in a block of flats or somewhere else. طبعا هنا بسأل، عايز هنا استخدم حاجة مع you، ويو بيجي معاها do ولا does؟ يو بيجي معاها، خلي بالك برضو هنا فعل في المصدر، فكده هاخد ايه؟ هاخد do. not Mr. Brown work on Sundays. yes he does. كنت هنا بجاوب بايه؟ does، يبقى بسأل برضو does. تعالوا ما نكمل. رقم 8 they always not a lot of noise. طبعا هنا they جمع، فهناخد ايه؟ هناخد make بدون اي اضافات. how not do you go to school 5 times a week. هنا بسأل عن عدد المرات، قلنا عدد المرات بنسأل بايه؟ how often. not ready for the exam. yes I am. yes ايه؟ I am. كنت هنا بسأل بايه؟ بverb to be، فبرضو هيبقى، او بجاوب بverb to be، يبقى برضو السؤال بverb to be، يبقى are you. are you. تمام. طب ليه مش are we؟ لان هنا بيجاوب عن نفسه بس، انا كنت بسأله انت فقال لي ايه؟ انا. they not talk at classroom to listen carefully. يبقى they طبعا بتاخد don't. do you get up early every day. yes I ايه؟ طبعا هنا بسأل بدو، يبقى yes I do. you always don't. طبعا لأ، العكس بنعكس بقى. you ايه؟ you don't always. you don't always get up ايه؟ at 11 o'clock. what does you؟ طبعا you بيجي معاها do مش does. I often listens. طبعا I بيجي معاها الفعل بدون أي إضافات. do مريم؟ لأ، مريم بيجي معاها does مش do. what exercises do you doing؟ طبعا do بيجي وراها الفعل في المصدر اللي هو do برضو. I play sometimes؟ لأ، العكس. sometimes من ظروف التكرار اللي هي بتيجي قبل الفعل، يبقى sometimes play. does he like كشري؟ yes he. برضو السؤال هنا كان does، يبقى الإجابة does. she always gets up early at the weekend. تمام. she always gets up at 3 p.m. هي كده بتصحى بدري؟ لا، ده كده بتصحى متأخر، يبقى هي كده عمرها ما صحيت ايه؟ عمرها ما صحيت بدري في الأجازة، يبقى never. what time do your first lesson start this morning؟ طبعا first lesson واضح ان هو ايه؟ واضح ان ده مفرد، فالمفرد بيجي معاه does مش do. تعالوا ما نكمل. the sun never. طبعا هنا بقى بيقول لك ايه؟ complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. عايزين نستخدم الفعل اللي عندنا ده في الصورة الصحيحة. the sun never. طبعا the sun مفرد، فهتاخد الفعل المضاف ليه s. what not you do every Friday. طبعا هنا عندنا سؤال، السؤال بيكون أداة استفهام وبعد كده فعل مساعد اللي هو هنا هيبقى do، وبعد كده الفاعل، وبعد كده فعل في المصدر، يبقى what do you do. باسم not like cheese. باسم طبعا مفرد فهيجي معاه doesn't، يبقى doesn't like. دكتور وفاء get up late. طبعا هنا get مع المفرد يبقى هنزود لها s، يبقى gets up late. how often you visit your uncle. طبعا how often كده ناقص عندنا ايه؟ ناقص عندنا فعل مساعد، يبقى how often ايه؟ how often do you ايه؟ do you visit. طب ليه هنا do؟ علشان هنا في you، ويو من الضمائر اللي بتاخد do. كده خلصنا التدريبات بتاعتنا. تعالوا ما نشوف السبيكنج كورنر واللي بيتكلم على discussing daily routine، مناقشة الروتين اليومي، وعندنا كمان حاجة تانية أو موضوع تاني هنشوفه دلوقتي. Do you have the same routine every day of the week؟ هل أنت عندك دايما نفس الروتين كل يوم؟ ركز في طريقة السؤال كويس علشان هتلاقيها بتجيلك في الأسئلة اللي هتيجي كمان شوية. قال له yes I do أو no I don't. طبعا قلنا إيه؟ طالما السؤال بدو بجاوب يا إما yes I do يا إما no I don't. تمام. what do you do when you get up؟ انت بتعمل ايه لما بتصحى؟ I always make breakfast. ادي هنا برضو make بدون اي اضافات عشان هنا في I. what do you always do on your way to school؟ طب وانت رايح المدرسة بتعمل ايه؟ I always listen to music. what do you get او how do you get to school؟ انت بتروح المدرسة ازاي؟ قلنا بقى how بنسأل على الكيفية، by car بالعربية. what do you do in the evenings؟ طب بتعمل ايه كل يوم بالليل؟ I usually text my ايه؟ my friends. what do you usually do at the weekend؟ طب بتعمل ايه في الاجازات؟ sometimes I go to my friend's flat and we play computer games. ساعات بروح لاصحابي
في شقتهم وبنلعب ايه العاب كمبيوتر. What do you do in your free time؟ بتعمل ايه في وقت فراغ؟ I usually play chess with my brother. بلعب شطرنج مع اخويا. الموضوع التاني اللي عندنا هنا بيتكلم على الأسرة. Do you have any brothers or sisters؟ لما اجي اسأل واحد هل انت عندك اخوات او بنات بيكون دي الطريقة، يا اما بيقول لي yes I do، يا اما بيقول لي no I don't، وبعد كده مثلا ممكن تقول I have two brothers and two sisters مثلا، وهكذا بقى حسب العدد اللي عندك. How many people are there in your family؟ كم شخص في أسرتك؟ ده سؤال مهم. There are 5 people me my dad. خلي بالك هنا بقول me مش I، لأن هنا أنا ضمير مفعول. Me my dad my mom and 2 brothers. Do you live in a block of flats؟ هل أنت عايش في عمارة or somewhere else ولا في مكان تاني؟ قال له I live in block of أو in a block of flats. أنا عايش في عمارة سكنية. Do you like football and why؟ هل بتحب الكورة ولماذا؟ Yes I do because it's fun and it's good for me. دي كده الجزء بتاعنا النهاردة. عندنا بعد كده مجموعة من الجمل اللي ممكن تساعدنا في البروجراف، هسيبها لكم بقى تقروها، جمل بسيطة خالص وكنا قريناها أصلا قبل كده. تعالوا نكمل ونشوف الجنرال اكسرسايز على lesson 1 و 2. عندنا دلوقتي نص استماع، وزي ما اتعودنا وكل مرة هعمل معاكم نفس الكلام وكل مرة هعيد الحتة دي عشان مهمة جدا. نص الاستماع سهل جدا، لكن لو مشيت بالخطوات اللي هقولها دي، أول حاجة تقرأ الأسئلة كويس جدا وتحاول تستنتج أنت بتدور على إيه، وتحاول تستنتج كمان الإجابات من قبل ما تسمع النص. يعني هنا بيقول لنا What is this interview about؟ هو الانترفيو اللي هنسمعه دلوقتي ده عن مين؟ عن شريفة ولا شريفة and her family؟ شريفة وأسرتها، ولا شريفة neighbors، ولا جيران شريفة، ولا شريفة friends، ولا أصدقاء شريفة؟ فهنشوف دلوقتي. شريفة is my best. شريفة دي بتكون أحسن إيه؟ niece ولا aunt ولا sister ولا friend؟ طيب how many people are there in شريفة family؟ في كام واحد في الأسرة بتاعتها وهم بيصحوا الساعة كام؟ يلا بينا نسمع النص ونشوف الإجابات بتاعتنا. Today's interview is about شريفة and her family. يبقى كده عرفنا الإجابة الأولى. شريفة is my best friend. كده عرفنا الإجابة الثانية. There are 5 people in شريفة family. في كام؟ في 5 أشخاص في عائلة شريفة. شريفة family get up at 6:30 in the morning. بيصحوا الساعة كام؟ الساعة 6:30 كل يوم الصبح. يبقى كده عرفنا نجاوب بمنتهى البساطة، لأن احنا كنا عارفين أصلا احنا بندور على إيه. بعد كده عندنا لين ورقية. لين بتقول can I ask you some questions؟ ممكن أسألك بعض الأسئلة، ولاحظنا إن بعد كده إيه؟ إن هي سألت فعلا والتانية جاوبت وهكذا، فممكن نقول مثلا yes of course. بعد كده سألت سؤال الإجابة بتاعته كانت I get up at 6:30 a.m. يبقى السؤال كان إيه؟ أنت أصلا بتصحي إمتى؟ يبقى what time do you get up؟ what time do you get up يعني أنت بتصحى إمتى أو أنت بتصحي إمتى؟ سؤال مهم ولازم نعرفه. بعد كده في سؤال الإجابة بتاعته كانت I usually cook breakfast before going to school. يبقى ممكن تكون السؤال بتاعنا كان إيه؟ What do you do before going to school؟ أنت بتعملي إيه قبل ما تروحي للمدرسة؟ What do you do before going to school؟ بعد كده سؤال كانت الإجابة بتاعته Yes I sometimes listen to music on my way to school. يبقى ممكن السؤال بتاعنا يكون Do you listen to music on your way to school؟ طبعا سؤال لازم يكون من غير أداة استفهام، يكون بفعل مساعد فقط عشان الإجابة بتاعتنا إيه؟ بيس أو نو. What activity do you do every week؟ طب إيه النشاط اللي أنت بتعمليه كل أسبوع؟ فبقول أي نشاط أنا عايزه، زي مثلا إيه I play chess. بعد كده What do you do to fun؟ I play chess طبعا to have fun. to have fun ودي كانت معانا في part 1 في اليونت بتاعتنا. I prefer sitting on the it's more comfortable than the chair. هي ايه اللي بتكون مريحة اكتر من التشير؟ طبعا دي الصوفا اللي هي الكنبة. تعالوا ما نكمل. Last week I had a or an with دكتور مجدي يعقوب. طبعا ده interview يعني مقابلة شخصية. my friends every evening is one of my interests. هو ايه الحاجة من ديت اللي تنفع مع سياق الجملة دي؟ طبعا texting يعني مراسلة أصدقائي كل يوم بالليل بتكون من إحدى اهتماماتي. I not much time reading on the sofa yesterday. طبعا I spent much time. دايما فعل spend بيجي مع كلمة time بمعنى يقضي وقت. يقضي وقت طبعا بقى بالتصريفات بتاعته سواء في المضارع أو في الماضي زي ما احنا ايه شايفين. Egypt is the most important طبعا country in Africa. هي مش قرية ولا مدينة ولا جزيرة. At we have our sandwiches and play in the ground. طبعا دي بتكون الفسحة at break. What do شريفة and her dad in the evenings؟ طبعا هنا هيبقى ايه
ادي عندنا خلي بالك بقى، ادي هنا اداة استفهام، وبعد كده فعل مساعد، وبعد كده عندنا شريف اند هير داد، ادي هما ايه هنا اتنين، عشان كده استخدمنا دو مش داز، لان عندنا هنا شخصين يعني فاعل جمع. طب دو بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها فعل في المصدر، يبقى هناخد برضو دو. My parents not drink tea with meals. It's not a healthy habit. يبقى ايه؟ هم عمرهم ما بيشربوا شاي مع الاكل او الوجبات، لان دي بتكون عادة سيئة او عادة يعني مش صحية. People not usually work on Fridays. طبعا هنا عايز نفي مع people، يبقى ايه؟ يبقى don't. طب ليه برضو don't يا مستر؟ عشان هنا عندنا فعل جاي في المصدر، اي حاجه سواء aren't او haven't مش هيجي وراها فعل في المصدر. doesn't ينفع يجي وراها فعل في المصدر، لكن خلي بالك ان هنا people جمع. My mother cooks always. طبعا العكس يبقى always ايه؟ always cooks. We don't speaking. طبعا don't بيجي وراها فعل في المصدر بدون اي اضافات. احنا حلينا كل الافكار اللي ممكن تجي لكم، حليناها كده مع بعض، بس محتاج منكم التركيز ومحتاج منك تحل بايدك كمان. does you. طبعا you بيجي ايه؟ بيجي معاها do مش ايه؟ مش does. where often لسه حلينا من شويه، اسمها ايه؟ اسمها how often. do the child cry. لا، the child ده مفرد، يبقى does مش ايه؟ مش do. it never not in summer. طبعا it بيجي معاها الفعل مضاف لي اس، يبقى it rains in summer. he often. طبعا he بيجي معاها الفعل مضاف لي اس او اي اس او اي اس. do من الافعال اللي اخرها او من الخمس مقاطع، يبقى بتنتهي بايه؟ اي اس. he not smoke. طبعا بنفي مع هي بايه؟ بنفي مع هي doesn't، يبقى he doesn't smoke. my mom always. طبعا ايه؟ ادي هنا مفرد، يبقى بضيف للفعل اس، يبقى makes us happy. اخر حاجه خالص عندنا what you and your family do on holidays. بتعمل ايه انت واسرتك في الاجازات؟ عايزكم تكتبوه 90 كلمه، واللي هيواجه فيه اي صعوبه يقدر يشوفه في نهايه الكتاب، لكن لازم تحاول ان انت تكتبه الاول بنفسك. بكده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، وخلصنا مع بعض lesson 1 و 2 بالكامل. ان شاء الله بكره هينزل لكم lesson 3 و 4 part 1، وبعد بكره part 2، وهكذا بقى في lesson 5 و 6، وبعد كده الريفيو والتست على اليونت عشان نكون قفلنا يونت 1 ان شاء الله. لمده عدد كويس من الايام هينزل لكم كل يوم فيديو من المنهج بتاعنا. طالب منكم بس يعني طلبين كده، ان انتوا دايما تدعمونا، وان انتوا تعرفوا زمايلكم على القناه وعلى الشرح، علشان نقدر ان احنا نوصل الشرح لاكبر عدد ممكن، لان طبعا ده بيكون فيه تحفيز لينا. طالب منكم برضو رايكم دايما في التعليقات، لو في اي مشكله او حد عنده اي استفسار يقدر ان هو يسيب لنا تعليق، وان شاء الله هنجاوب عليه. احنا عندنا على القناه شرح منهج العلوم بالكامل موجود، منهج الدراسات موجود، منهج الرياضه كمان موجود، ومنهج الانجليزي. فعندك 4 مواد ان شاء الله ما تحتاجش فيهم لاي دروس. اشوفكم على خير في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.